الحمد لله رب العالمين، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه وهو علام الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اثنين في الغار، والله سبحانه وتعالى معهم بنصره، معهم بتأييده، معهم بلطفه، معهم برحمته. فمن هما؟ وأين هو الغار؟ وما سبب دخولهما الغار والله عز وجل معهما؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. إنها بداية الهجرة، وإنها بداية النصرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وتنزل هذه الآيات بعد الهجرة بكم؟ سنتين. وتنزل هذه الآيات في سورة التوبة أو في سورة الأنفال؟ سورة إيش؟ توبة. إلا تنصروه فقد نصره الله. قد للتحقيق، وفعلا قد نصره الله في مواطن كثيرة عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الآية تحكي نصر من نوع خاص. أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني الرسول من رب العالمين، أول من صدقه من؟ أبو بكر. فنصره الله بأبي بكر، ونصره الله بمال أبي بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حتى نفهم معنى ثاني اثنين سنأتي للقصة من البداية. أول من أسلم من هذه الأمة من؟ رسول الله، هو أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب، من ثاني المسلمين؟ أبو بكر. ثاني اثنين. أول من أنفق في سبيل الله من؟ رسول الله. ثاني من أنفق؟ أبو بكر. ثاني اثنين. أول من دعا إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني من دعا إلى الله من هذه الأمة؟ أبو بكر. من دخل الإسلام من الصحابة على يد أبو بكر؟ من الصحابة دخل الإسلام على يد أبي بكر؟ من العشرة المبشرين بالجنة فقط 6. نسبة كم؟ 60% من العشرة المبشرين بالجنة عن طريق أبو بكر دخلوا الإسلام. عثمان بن عفان دخل الإسلام عن طريق من؟ أبو بكر. سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين عن طريق من؟ أبو بكر. عبد الرحمن بن عوف عن طريق من؟ أبو بكر. وليس فقط هؤلاء 6، بل أغلب الصحابة المهاجرين المستضعفين إنما ثبتوا على الدين بسبب من؟ أبو بكر.
بلال بن رباح، من اشتراه وحرره من عتق من رقه؟ أبو بكر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي بكر، أو يقول عن أبي بكر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فأبو بكر سيد، واعتق بلالا سيد، وأبو بكر داعي إلى الله، واعتق بلالا داعي إلى الله. وفي أبي بكر نزل من القرآن آيات كثيرة. والذي جاء بالصدق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق به من؟ أبو بكر الصديق. صدق به أول ما قال الرسول: أنا رسول الله، قال له: صدقت، أنت رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. صدق به يوم قال: أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج بي من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. قال كثير من الناس: كيف؟ ما هو بصحيح، ما يمكن، نحن نمشي شهر كامل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وانت في ليلة. ويأتوا لأبي بكر: ما سمعت ما يقول صاحبك يقول أسري به؟ قال: صدق، إن كان قال فقد صدق. ويأتي إليه والنبي يتكلم: أسري بي، نعم صدقت يا رسول الله. إلى المسجد الأقصى، صدقت يا رسول الله. وعرج بي، صدقت. فأطلق عليه الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء إلا وقال أبو بكر: صدقت. والعجيب أنك تستطرد الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم، فلا تجد أن رجل من الصحابة يتواطأ كلامه مع كلام رسول الله إلا أبو بكر. عام الحديبية عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم، وقال: خلاص العمرة ما في، وصلت وكتب أجرها، احلقوا رؤوسكم في الحديبية الشميسي وارجعوا للمدينة. طيب وين الطواف يا رسول الله؟ وين السعي بين الصفا والمروة؟ احلقوا رؤوسكم، العمرة انتهت. طيب نحلق، ما دخلنا مكة ما طفنا، احلقوا. عمر بن الخطاب يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نحلق وكذا ونأخذ الدنية، وهذه المعاهدة اللي كتبت نعطى الدنية، يعني نصير حنا المعاهدة. طبعا معاهدة الحديبية أو صلح الحديبية فيه أن الذي يذهب من المسلمين إلى المشركين لا يرجع، لا يسلم، والذي يأتي من المشركين من عند المشركين ولو كان مسلما يرجع للمشركين. عمر المسألة صعبة عليه، أن أعطى الدنية؟ ألست رسول الله؟ ألسنا المؤمنون بك؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ استفهامات كثيرة عند عمر بن الخطاب. فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: ألست رسول الله؟ قال: بلى. عمر تأدب، ما يريد يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خلينا نروح عند أبو بكر نتفاهم معاه. قالوا: يا أبا بكر أن أعطى الدنية؟ قال له: أليس رسول الله؟ قال: نعم. قال: الزم غرزة. قفل الموضوع. فتوافق جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جواب أبو بكر، بل توافق أبو بكر مع القرآن نصا. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، فتقوم بعض أفراد قريش إليه يضربوه ضرب، كادوا أن يقتلوه. فيأتي الصديق يجري: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ نفس الكلام الذي قاله مؤمن آل فرعون الذي في سورة غافر. أبو بكر الصديق، هذه الآية بيّنت أنه صاحب رسول الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لي صاحبه. لكن قبل أن نأتي لصاحبه نقف عند كلمة ثاني اثنين. من هما الاثنان؟ ومن الأول منهما ومن الثاني منهما؟ هذا الموضوع محل خلاف. ثانية اثنين إذ هما الاثنين في الغار إذ يقول لصاحبه. طيب من الأول من الاثنين؟
أبو بكر، ومن الثاني من الاثنين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا أخر الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية وقدم أبو بكر؟ لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه منذ الهجرة وهو يقدم نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، قدم ماله وقدم نفسه وقدم بنته وقدم أهله، وشعاره يقول: أنا أبو بكر ومالي وأهلي وولدي وحياتي لك يا رسول الله، افعل ما تشاء. وفعلا لما بدأت الهجرة وبدأ الصحابة يهاجرون للحبشة ما هاجر أبو بكر. الرسول يهاجر أنا هاجر، ما هاجر الرسول أنا معاه. بدأت الهجرة للمدينة وأبو بكر ينتظر. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله نهاجر. قال له: لا، انتظر. وهو ينتظر، ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، ويأذن لعثمان، ويأذن للصحابة، ويبقى اثنين من الخلفاء الراشدين لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. أحدهما علي بن أبي طالب، والثاني من؟ أبو بكر. اثنين، ولكل واحد من الاثنين قصة فداء. علي رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: نم على فراش. طيب 40 شاب عند الباب كل واحد مع سيف، سيقتلون من على هذا الفراش؟ يحسبون رسول الله. قال: نم فلن يصلوا إليك. ما قال: لا يمكن يقتلونني، يحسبون أنت. لا، وينام علي بطمأنينة. هذا من؟ علي. طيب الثاني أبو بكر. طيب علي نام على فراشه ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو البنك المركزي في مكة، الأمانات كلها عنده. أي واحد عنده أمانة يخاف تسرق أو تضيع يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل الإسلام، قبل لا يصبح رسول، وبعد الإسلام حتى وهم أعداء له لا يأمن بعضهم بعضا، إنما يضعون أماناتهم عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، ولا يعرف إلا بالأمين قبل الإسلام وبعد الإسلام، فهو مكان الأمانات. أي واحد عنده ذهب تخاف عليه وديه عند الأمين، أي واحد عنده أموال يخاف عليها وديها عند الأمين. والأمين صلى الله عليه وسلم حافظ الأمانات لأعدائه، للمشركين الذين يريدون قتله. شوف الأمانة، والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب يا علي تعال نم على فراشي، تأخر في الهجرة حتى تؤدي الأمانات إلى أهلها. شوف يا علي، هذه أمانة لفلان الفلاني، وهذه لفلان الفلاني، وذي لفلان الفلانية. هذه الأمانات، ونم ولن يصلوا إليك، يريدون قتله ويحتفظ بأماناتهم صلى الله عليه وسلم. هذا علي. أما أبو بكر ففي كل يوم مستعد للهجرة، وقد اشترى من النوق 3. القصوى اشتراها من؟ أبو بكر، ومن مال أبي بكر، وناقتين ثانيتين، إحداهما له لأبي بكر، والثالثة أعطاها لابن أريقط الذي هو دليلهم في الرحلة. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينتظر ساعة الصفر، ساعة الإذن بالهجرة. وجاءت هذه الساعة بعد المؤتمر الخبيث الذي وقع في مكة وحضره إبليس. أخبث مؤتمر على وجه الأرض، مؤتمر قريش في دار الندوة، ويحضره إبليس في صورة شيخ نجدي، ويتكلم فيه فرعون هذه الأمة أبو جهل بن هشام، وهو آخر من تكلم بعد ما المفاوضات وبعض طرح الآراء. قدم أبو جهل ورقته في هذا المؤتمر الخبيث، والتي قال فيها: إني أقترح أن نأخذ 40 شاب ومن قبائل شتى من العرب، وكل شاب نعطيه سيف،
ويضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فعندئذ لا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل العرب فترضى بالدية فنعطيها الدية وننتهي من شأن محمد. إبليس حاضر وبارك الرأي، هز رأسه قال هذا الصواب، هذا الرأي، وتم التنفيذ. وجمع 40 شاب عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت من؟ خديجة رضي الله عنها. بيت خديجة رضي الله عنها الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب صاحبته وتربى فيه علي منذ كان عمره 10 سنوات، يوم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة بكم؟ علي ردة جميل أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يتيم وعمره كم؟ بعد ما مات أبو طالب كفله حتى أصبح عمره 8 سنوات. عبد المطلب مات وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فكفله أبو طالب من 8 سنوات إلى أن بلغ. وإذا بلغ الرجل زال عنه اليتم، لكن مع ذلك بقي أبو طالب معه حتى تزوج، ثم حتى تاجر، ثم حتى أصبح نبيا وأبو طالب معه. هذا الجميل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده بجميل آخر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس بن عبد المطلب. قالوا يا عباس إن أبا طالب أخوك أبو طالب ذو عيال وفقير، فهلا خففنا من عياله؟ قال نعرض عليه، فذهبا إليه. من هما؟ العباس بن عبد المطلب ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دخل على أبي طالب فتكلم العباس قال يا أخي إن هذا محمد ابن أخيك وأنا أخوك، جئنا نريد أن نخفف عنك من العيال فأعطنا من شئت. فقال أبو طالب إن أبقيتما لي عقيلا، يعني عقيل بن أبي طالب أخو علي، فافعلا ما شئتما. فقال العباس أما أنا فسأخذ جعفر، كان جعفر كبير شوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فأخذ علي، وكان علي عمره 10 سنوات صغير. وبقي الكبير الذي هو عقيل لأنه ينفع ويخدم ويساعد أبا طالب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فرباه عنده. تربى علي وين؟ في بيت خديجة طفلا 10 سنوات عمر، وأصبح يأكل ويشرب وفي كفالة من وحماية من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو من أبناء البيت، هو من آل البيت، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم حوى عليا من صغره قبل بلوغه. واضح؟ أما جعفر فتربى عند العباس بن عبد المطلب، وأما عقيل فبقي عند أبي طالب. وكان أن النبي صلى الله عليه وسلم عد عليا وزيد بن حارثة من آل بيته، من أبناء البيت. زيد ابن محمد لموقف واحد حصل يوم جاء والد زيد وعمه يريدان زيد، وقدم المال الفداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد فداء، إنما ننادي زيد، ندعو زيد، فإن اختاركم فخذوه من غير فداء، وإن اختارني فاتركوه لي. وزيد لا يسمع. قالوا أنصفت. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وأخذ بيده، وهذا عمه وهذا والده، وذهبوا جميعا للحرم، مسجد الحرام، وفيه أندية قريش. فقال لهم، وهذا طبعا بعد الإسلام، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لزيد يا زيد أتعرف هذا؟ قال نعم هذا أبي. أتعرف هذا؟ قال نعم هذا عمي. قال أنت مخير، إن شئت ذهبت مع أبيك وعمك، وإن شئت جلست معي
قال والله لا أختار عنك أحدا أبدا، لا أب ولا عم. قالوا يا زيد تختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال الرق مع رسول الله حرية. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا حرره واعتقه، وأخذ بيده أمام عمه وأبيه ورفع يده وقال زيد ابني، زيد ابني. فما كان يقال له بعد ذلك الحدث إلا زيد بن محمد. إذن أصبح في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ينسب إليه، وعلي بن أبي طالب يربيه وينسب إليه، ولكن لا يقال ابن محمد لأنه ابن أبي طالب كما هو معروف، بينما زيد ما كان الناس يعرفون اسم والده. نعود إلى ثاني اثنين، أبو بكر الصديق، الرجل صاحب المال، صاحب النفوذ، صاحب القوة، الذي دخل الإسلام. فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه كان إسلامه له تأثير، له قوة، لكن إسلام علي طفل 10 سنوات وقت البعثة، إسلام زيد مولى، إسلام خديجة امرأة، هؤلاء فعلا سابقون إلى الإسلام، لكن ليس سبقهم كسبق أبي بكر رضي الله عنه. فإسلام هؤلاء يعني ليس كإسلام أبي بكر. هذه زوجة لا بد أن تتبع زوجها، وهذا مولى لا بد أن يتبع مولاه، وهذا الرسول له عليه منة وهو علي، فلا بد أن يتبع صاحب المنة. لكن أبا بكر رجل مستقل ذو مال ذو مكانة، فأسلم وأعلن إسلامه ولم يتلأكأ، لم يقل أفكر، لم يقل بعدين، إنما لما سمع الرسالة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأصبح في باب الإسلام ثاني اثنين، أي ثاني رجل يدخل الإسلام ويؤثر في الإسلام وقد بلغ سن الرجولة، بينما علي لم يبلغ بعد سن الرجولة، وقت ذلك 10 سنوات عمره. ثاني اثنين إذ هما في الغار. طيب، قوله تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هنا ننبه على مسألة، إن الكهف كالغار وإن الغار كالكهف. فأويل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، لأنهم جماعة 3 رابعهم كلبهم 5 سادسهم كلبهم 7 وثامنهم كلبهم، فالغار لا يكفيهم، فلا بد لهم من كهف يتسع لهم. فكان الكهف موطن الرحمة الذي وجدوا فيه من الرحمة ما ناموا أحسن نوم في حياتهم في ذلك الكهف. أما الغار فهو أضيق من الكهف، ووصل إلى الغار الاثنان أبو بكر وعمر، عفوا رسول الله وأبو بكر. فلماذا قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثاني اثنين ولم يذكر الأول الذي هو أبو بكر؟ لماذا أبو بكر في باب الهجرة أخذ الرقم 1؟ خلينا نشوف. هو لم يهاجر إلا بعد الإذن، لكن لما هاجر كان السابق واللاحق والعضد عن اليمين والعضد عن الشمال. خلينا نأخذها بالعقل. وصل إلى الغار، أول من دخل الغار من؟ أبو بكر. قال له على رسلك يا رسول الله حتى أدخل الغار قبلك، فإن كان فيه ما يؤذي حي أو ثعبان أو غيره سبق فيه ونجوت أنت. فالداخل في الغار الأول من؟ أبو بكر، والثاني من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وبيت أبو بكر هو ثاني بيت بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل هم الدين بجميع من في البيت، أولاد وبنات وأم وخدم وحشم، الجميع حمل هم الإسلام. وانظروا إلى هاتان الحادثتان. أبو بكر دخل الغار، فماذا فعل؟ وجد ثغور داخل الغار، فأخذ يمزق قميصه ويسد تلك الثغور بقميصه حتى نفد القميص مع البقي، انتهى، وبقي ثغر واحد لم يجد ما يسده به فسده بقدمه،
وقال ادخل يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ليس عليه ثوب، إنما هو إزار فقط، الثوب سد به الثغرات في الغار، وسد ثغر برجله، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، ونام النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس في الغار 3 أيام في ظلمة. الغار ما في كهرباء ولا مكيف، ومع ذلك وصل الطلب، جاء العدو حتى وقفوا على باب الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم يبصرهم وأبو بكر يبصرهم، فامتلأ قلب أبي بكر حزنا. وهذه مهمة جدا أن نتنبه لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن، ولم يقل لا تخف. وثمة فرق بين الحزن والخوف. ما الفرق بين الحزن والخوف؟ الخوف على النفس والحزن على الغير. الخوف على النفس والحزن على الغير. فأبو بكر لا يخاف على نفسه، ولو كان يخاف على نفسه ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك حتى يدخل أنا الغار، بل يحزن أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال له على رسلك ودخل. إذن يخاف؟ لا، ما يخاف. لو يخاف يتأخر ويقول ادخل أنت، لكن يحزن على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء. ماذا حصل؟ قالوا يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وفي رواية لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن علي. ويؤيد هذا المعنى قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على أنفسكم ولا تحزنوا على أهلكم وأولادكم من بعدكم. فالحزن على الغير والخوف على النفس. فأبا بكر حزين في الغار على من؟ على رسول الله. وأبو بكر مزق ثوبه ليسد الثغور داخل الغار، فلما سدها إلا ثغر واحد سده بقدمه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد لم ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد عليه جميلة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لرد جميلة أبي بكر في الغار؟ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرضه الذي مات فيه يتذكر قصة الغار، فيقول سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، كما سد كل ثغر في الغار أبو بكر رضي الله عنه. فإني والله ما أعلم أحدا أمن علي بنفس ولا مال ولا أهل من أبي بكر. لا أعلم أحد أمن علي بنفس ولا مال ولا أهل من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. الآن ننظر أبو بكر وهو يمزق ثوبه ليسد الثغور، وانظر إلى بنته أسماء ذات النطاقين، تريد تحمل طعام ولا تجد ما تحمل، فتأخذ النطاق وتمزقه كما مزق والدها ثوبه. وسميت ذات النطاقين، نطاق واحد قسم لتتنطق بواحد وتحمل بالثاني الطعام، النطاق الحزام الذي تتحزم به المرأة. فهي أخذت نطاقها فمزقته قسمين، قسم تنطقت به والثاني حملت به الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. انظروا لهذا البيت. وأما ولد أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فكان يأتيان بالأخبار، يتسمع قريش ماذا تقول، نشرة أخبار، ويأتي بالخبر صار كذا وصار كذا وصار كذا وقالوا كذا وصار كذا وأعلنوا جائزة من يأتي بكم. وأسماء تأتي بالطعام تطبخ وتمشي ليلا
وبنطاقها الذي مزقته حتى توصل الطعام. وأيضا مولى لأبي بكر راعي غنم يأتي بالغنم ليلا فيحلبها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ثاني اثنين ذكرت أن أبو بكر هو الأول دخل زين، كذلك في الطريق النبي ثاني اثنين. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم شوف الطريق ماذا يحصل، هم يمشون، أبو بكر يتقدم تارة ويمشي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم تارة وعن يساره تارة وخلفه تارة. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مالك إيش فيك، اثبت، تمشي قدام وتمشي ورا وتمشي يمين. قال يا رسول الله أتذكر الرصد فأتقدم، يعني قدام واحد يرصدك فأتقدم حتى يقتلني قبلك، وأتذكر الطلب فأتأخر، وأتذكر الكمين عن اليمين فأتيامن أو عن الشمال فأتياسر. شوف كيف أبو بكر رضي الله عنه قام مقام الأمة، ولذلك أبو بكر وحده يزن الأمة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم إيمان أبي بكر. رجل عظيم يتذكر الرصد قدام فيتقدم حتى يكون هو الذي يؤذى قبل رسول الله، يتذكر الطلب فيتأخر. ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الطريق، ثاني اثنين إذ هما في الدعوة. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم أبو بكر يعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله هذا كذا، ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد التقديم. أبو بكر رضي الله عنه ليلة الإسراء والمعراج طبعا تعلمون موقفه الذي ثبت الله به كثير من المؤمنين. وبعد مرض النبي صلى الله عليه وسلم من الذي كان الثاني في الصلاة؟ من أما المسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين بعده أبو بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طبعا أول صلاة ما حضر أبو بكر، ما وجده بلال، دور عليه وين أبو بكر ما وجده، قال يا عمر صلي، فكبر عمر الله أكبر، كان جهوري صوت، والنبي صلى الله عليه وسلم مريض في حجرة عائشة رضي الله عنها، فسمع صوت أبي بكر فغضب، صوت عمر فغضب، قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبي بكر. أبو بكر ثاني اثنين، من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة غيرك يا أبا بكر؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فتذكرت أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يمكن أن يرضى الناس فيه بديلا، فخشيت على أبي أن يكرهه الناس، فقلت لحفصة يا حفصة هل كان عمر الذي يقوم هذا المقام، وحفصة تريد الخير لأبوها وده يكون هو الخليفة وهو المصلي بدل رسول الله أو خليفة رسول الله في الصلاة، فأتينا إليه عائشة وحفصة أتيا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه تدفع عن أبيها وهذه تجلب لأبيها. عائشة ما ودها أبو بكر يصير خليفة يصلي بالناس حتى لا يمقته الناس، يقولوا هذا البدل الأعور، الرسول يجينا بدل أبو بكر. وحفصة ودها أبوه يصير هو الخليفة، يقول هذا أكيد ما حط الرسول إلا وهو أحسن واحد، فكل واحدة لها وجهة نظر. فتقدمتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجهما عليه الصلاة والسلام فتكلمتا، قالت حفصة يا رسول الله هلا أمرت عمر فإنه جهوري صوت يسمع، إذا تكلم يسمع الناس. قالت عائشة وإن أبا بكر لا يكاد يسمع الناس من كثرة البكاء،
جابوا علة، يعني مسألة صوت بس. عمر إذا كبر الله أكبر الناس تسمع، وإذا قرأ الناس تسمع، لكن أبا بكر صوته مع البكاء ما حد يسمع. قال إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما فيه، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثاني اثنين، بقي أبو بكر، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير يا مهاجرين، أو منا أمير، منا الأمراء ومنكم الوزراء، نحن أهل المدينة وأنتم المهاجرين قادمين علينا، فنحن أصحاب البلد، احنا أهل الوطن، احنا أهل البلد، وأنتم حياكم الله زرتونا، فمنا الأمراء ومنكم الوزراء. عمر بن الخطاب قال كلمة واحدة، قال أترضون أن تكونوا في أمة فيها أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار ويتقدم عليه أحد؟ قالوا لا. قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إماما في الدين، يعني في الصلاة، فكيف لا نرضاه في الدنيا؟ قالوا رضينا. فأجمعت الأمة على بيعة أبي بكر ثاني اثنين، وقال له عمر ابسط يدك أبايعك، فبايعه. وانظروا له المشهد، صار خلاف بين عمر وأبو بكر، ويأتي وعمر في هذا الوقت يعني يمكن أنه مظلوم شيئا ما، لأن أبو بكر كان في حدة، كان إذا غضب، وعمر في حدة، لكن أبو بكر حليم يغضب، واتقي شر الحليم إذا غضب. وذاك اليوم غضب، فقال كلمة لعمر فغضب منها عمر، ولم يتكلم عمر، إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أبي بكر. فلما وصل قال يا رسول الله شوف أبو بكر، وقبل لا يكمل كلامه غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنتم بتاركي لي صاحبي، أول من صدقني، أول من نصرني، أرسلت فقال لي صدقت وكذبتموني، وغضب. حتى عمر صار يريد فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يغضب عليه، فجاء أبو بكر يجري قال يا رسول الله ظلمته، يا رسول الله أنا اللي أخطأت. شوف أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الطريق وصلوا خيمة من؟ أم معبد. هذه الخيمة خيمة امرأة من العرب صاحبة أغنام، لها أغنام كثيرة، وبيت ضيافة يمر عليه الناس فيشربون ويأكلون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على هذه المرأة، خيمة أم معبد رضي الله عنها وقد أسلمت. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك طعام، عندك شيء؟ قالت والله ما عندي شيء إلا هذه الشاة المريضة، شاة حبسها المرض ما تقدر تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم معبد تأذني لنا نحلب هذه الشاة؟ حتى لم يركب إلى الفحل، يعني ما عمرها ولدت وليس وثديها يابس ما في شيء، ومريضة زيادة على ذلك، تأذني لنا نحلب الشاة ذي؟ ضحكت قالت ايش فيهم ذو يحلبوا شاة ما عمرها نزع عليها تيس ولا عمرها ولدت ولا عمر ضرعها دخلوا حليب أصل. قالت تفعلوا ما شئتم، تقدروا تحلبوها حلبوها، مثل واحد يبغى يحلب تيس. فقال ناولوني القداح، جيبوا القداح. فجمعت لهم، أعطتهم القداح، قال هات كل اللي عندك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مسح ضرعها وقال بسم الله، فامتلأ الضرع لبنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحلب فلم تبقى عندها آنية إلا ملئت، كل آنيتها. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يشرب، وابن أريقط قال يشرب ومن معهم، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم آخر واحد. وأم معبد طالع ماذا فعلت؟ تنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجسمه وشكله ولفت به، وأحسن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم هي أم معبد. فلا يوجد وصف لبشرة النبي صلى الله عليه وسلم وشكله
كوصف من معبد. ومشى الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده وترك لها كل الأواني مليانة لبن. وجاء زوجها في المساء ومعاه الغنم غير يحلب، وجد الآنية كلها مليانة حليب. قالها من أين هذا؟ قالت له جاءنا رجل مبارك. من هو؟ ما صفته؟ فبدأت تصف النبي صلى الله عليه وسلم: أبيض مشرب بحمرة، كبير ضخم الكراديس، واسع العينين، مفلج الأسنان. وبدأت تصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها زوجها: ما أظنه إلا صاحب قريش اللي تبحث عنه، واللي دفعت جائزة قدرها 100 من الإبل لمن جاء به، هو أو صاحبه أبو بكر، أو جاء حتى بخبرهم. طبعا في الطريق سراقة بن مالك وصله الخبر أنه فيه جماعة جايين ركاب، وهؤلاء الجماعة الثلاث، وقيل 4، عبد الله بن ريقط وأبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم 2، وعبد الله دليل، وأيضا مولى لهم مع أبي بكر رضي الله عنه يخدمهم. هؤلاء 4 هم ركبوا الهجرة. لما وصل سراقة بن مالك على فرس ويريد 100 من الإبل عن كل واحد من الاثنين، 200 من الإبل، و200 من الإبل وقتئذ يعني شيء كبير. الإبل كانت عند العرب خاصة قريش من أحسن المتاع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني أغلى ما يملكه العرب هو الإبل، و200 من الإبل شيء كبير. إذا كان أبو عبد المطلب ذهب إلى أبرهة في شأن 200 من الإبل، قال له: 200 من الإبل إبلي أخذها قومك. قال له: والله ما ظننت أن سيد العرب أحمق إلا الساعة، نريد هدم بيتكم وتسألني عن 200 من الإبل. قال: أنا رب الإبل وللبيت رب سيحميه. وفعلا حمى الرب بيته وأعاد عبد المطلب إبله. الشاهد: وصل سراقة وإذا بالفرس يغوص في الأرض حتى لامست قدم سراقة الأرض، وأرجل الفرس دخلت في الأرض. فعلم سراقة أن هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ومن معهم محفوظين بحفظ الله، فنادى: الأمان الأمان، يعني لا تبلعني الأرض خلاص، ولكم مني الأمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت فتعال. فخرج فرسه فأقبل وقد أعطى الأمان. والعرب إذا أعطى الواحد منهم كلمة ما يتراجع عنها ولو كان فيها قتله. لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيل. وصل سراقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ شوف اللي ما يخطر على بال، هؤلاء في الواقع والظاهر مطرودين من مكة ومطاردين وكانوا في الغار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ كسرى من هذا زعيم الحضارة الفارسية التي لها مئات السنين وآلاف السنين، وهي قائمة مستحوذة على شرق الكرة الأرضية كلها. بينما الحضارة الغربية وقتئذ حضارة الرومان، وهذه الحضارة منتصرة قبل فترة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم. من غلبهم؟ الفرس التي يقودها كسرى. إذا منتصر وفي نشوة الانتصار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوزع ملابسه على من؟ على أصحابه، ويقول لهذا الرجل سراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال سراقة: كسرى أنوشروان، يعني كسرى الفرس أنوشروان الملك العملاق اللي ماسك نصف الكرة الأرضية، بل في ذاك الوقت مستحوذ على الكرة الأرضية كلها بانتصاره على الروم. قال: نعم كسرى نوشروان. قال: اكتب لي. عرف سراقة أن هذا الرجل ما يتكلم عن عبث،
وما يقول إلا الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اكتب له. فأخذ أبو بكر وكتب له: يلبس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك سواري كسرى. ويأخذ سراقة الكتاب، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويموت أبو بكر الصديق، وفي خلافة عمر بن الخطاب تفتح الفرس، ويؤتى بملابس كسرى كلها، سواريه وملابسه وكل شيء. وفي دار الخلافة في المدينة وبين يدي الخليفة عمر بن الخطاب يدخل سراقة بن مالك، ومعه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب أبو بكر، ويقول: يا أمير المؤمنين أين سواري كسرى؟ فإن معي كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه أبو بكر. كان عمر كاتب ويقرأ ويكتب ويعرف خط أبو بكر. قال: أعطني. فأخذ عمر الكتاب فبكى، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تعال يا سراقة، ألبسوا سواري كسرى وجبة كسرى وكل ملابس كسرى، مو بس سواريه. فلبس سراقة ملابس كسرى التي وعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة عليه الصلاة والسلام. ينقطع الخبر عن أهل مكة. أسماء ذات النطاقين التي كانت خلال 3 أيام تحمل الطعام إلى من في الغار: عبد الرحمن بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر، وأم رومان زوجة أبي بكر، ووالدة أبي بكر، وأبو قحافة والد أبي بكر. انقطع الخبر. هل هما أحياء؟ هل هما ميتان؟ أين توجها؟ غار ثور جنوب مكة والمدينة شمال. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لليمن؟ لأن ذاك طريق اليمن. أين ذهب؟ وبعد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمة أم معبد، يأتي أحد الجن الذين استمعوا له بعد عودته من الطائف، الذين استمعوا للقرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا الشخص الجني جاء إلى مكة ومر على بيت أبو بكر وأخذ ينادي ويشعر بأبيات شعرية يخبر آل أبي بكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وين وصلوا. فقال: جزى الله رب العرش خير جزائه، جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فقد أفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فعرف آل أبو بكر وجهة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأنهم ذهبوا إلى المدينة، وأنهم وصل خيمة أم معبد، وقد اقترب بذلك من المدينة. أما أهل المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، طبعا قبل الهجرة هاجر الصحابة الكرام إلى الحبشة. كم هجرة؟ هجرتين، الأولى والثانية. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وما قبلت الطائف هجرته ورجع. وكان قد جاءه جبريل وقال له: إن الله أذن لك بالهجرة إلى مدينة ذات نخل وماء. فوقع في وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المدينة هي هجر، يعني الأحساء. والأحساء وين؟ كم تبعد الأحساء عن مكة؟ والهجرة إلى الأحساء كم؟ قال: فوقع في نفسي أنها هجر. فلما جاءت الهجرة وأذن له بالهجرة
وأذن للصحابة تبين له أنها المدينة، لأن الله عز وجل ساق أهل المدينة إليه، وتم الاتفاق في بيعة العقبة الثانية، وبعث معهم أول سفيرين في الإسلام. من هما؟ مصعب بن عمير، ومن الثاني؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. هذان الرجلان من أعلم الصحابة خاصة بالقرآن. مصعب بن عمير شاب صغير لم يبلغ 20، وعبد الله بن مسعود رجل، لكن كان ابن مسعود نحيف القامة دقيق الساقين، حتى إن بعض الصحابة سخر من دقة أو ضحك من دقة ساقيه وتعجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والله لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ابن مسعود هو الذي يقسم في القرآن أنه ليست في القرآن آية إلا يعرف وقت نزولها ليل أو نهار، مكان نزولها، ومن نزلت فيه، من أعلم الصحابة بالقرآن. لكن لما مشى مع مصعب بن عمير كان الأمير من؟ مصعب، وكان المتكلم مصعب، لأن مصعب رضي الله عنه كان خطيبا حكيما عنده الحكمة، والشباب فيهم حماس، ومصعب كان عنده نفس الحماس في الدعوة. ما كان مصعب ينام إلا قليل، ليل ونهار دعوة. وما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وقد دخل 3/4 المدينة في الإسلام، ولم يبقى إلا اليهود وقليل من المنافقين الذين أبوا أن يدخلوا الإسلام، لأنه يحسبون أن الإسلام سلب منهم ما كان عندهم من جاه وسلطة، وعلى رأس أولئك عبد الله بن أبي رأس المنافقين. طبعا دخل أهل المدينة الإسلام على يد من؟ مصعب وعبد الله بن مسعود. فلما كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علموا أنه خرج مهاجرا، صاروا كل يوم يخرجون ينتظرون الخبر. في وقت الهاجرة، وقت القيلولة الهاجرة، وقد اشتد حر الشمس، عاد الناس لبيوتهم إلى رجل واحد يهودي. هذا اليهودي بقي على رأس نخلة يرقب وينظر حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبو بكر ومن معهم قد أقبلوا، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة هذا جدكم. بني قيلة تطلق على الأنصار نسبة لجدتهم قيلة، وجدهم اسمه ماء السماء، فهم ينسبون أبناء ماء السماء، وينسبون أبناء قيلة، وينسبون أيضا إلى الخزرج والأوس، والخزرج والأوس أخوان ابني ماء السماء وأمهم قيلة، فمن أراد إكرامهم قال بنو ماء السماء، ومن أراد إهانتهم قال بنو قيلة. وهذا اليهودي أراد إهانتهم بما يكرمهم، قال هذا جدكم، فأخبرهم عن مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أهل المدينة إليه، الرجال بالسلاح وهذا من الفرح، والنساء والأطفال بالدفوف، وخرجوا في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فلما وصلوا، هم لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، أغلبهم لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يظنون أن أبا بكر هو الرسول، لأن أبا بكر قد علاه الشيب، رأسه أبيض إلا قليل، واللحية بيضاء إلا قليل، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في رأسه ولحيته إلا 21 شيبة شباب. فكانوا يسلموا على أبو بكر يحسبون أنه الرسول. فلما اشتد الحر قام أبو بكر فظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو الرسول. وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بينه وبين أصحاب أحد إلا الذي يعرفه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال الأنصار سيأتي عند أخواله، والمدينة قسمين، أوس وخزرج، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأخواله سيكون فضل لهم على الطائفة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم، فكل يأتي إليه: تعال عندنا تعال عندنا، وكل يريد يمسك بزمام إيش؟
الناقة، فقال دعوها فإنها مأمورة. ومشت الناقة حتى وصلت إلى مكان المسجد النبوي، وكان مربد تنشف فيه التمور، وكان به قبرين، وكان ملك لغلامين يتيمين في المدينة، فشراه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج القبرين، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن على ناقته. أين سيذهب؟ جاء أحد الأنصار وهو أبو أيوب الأنصاري الخزرجي، وأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين رحلي؟ من اللي أخذ الرحل؟ قالوا أبو أيوب الأنصاري. قال المرء مع رحله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان دورين، دور علوي ودور سفلي، وكان أبو أيوب يسكن في الدور العلوي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أعلو على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أثبت مكانك. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي. وشوف الموقف اللي حصل. أحد أطفال أبو أيوب كب ماء، هذا الماء سينزل مباشرة على من؟ على الرسول تحت. فأخذ أبو أيوب ما معه من متاع وكذا ونشف هذا الماء حتى لا هذا، ثم نزل وأقسم على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلو، ونزل تحته وزوجته وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدأ بعد ذلك بدأوا ببناء الحجرات وبناء المسجد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك يا حي يا قيوم أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر كيد أعداء الدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، واكلاها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها. اللهم أدم أمنها وأمانها. اللهم احفظ جنودها وجيوشها ورجالها ونساءها. اللهم احفظ ولي أمرنا اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنصر بهم دينك وتعلي بهم كلمتك. اللهم احفظ بهم أمة الإسلام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في جميع بلدانها. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في جميع بلدانها. اللهم احفظهم في كل مكان بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في الشام واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن ترد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم احفظ شباب المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنهم خرجوا غضبة لك ونصرة لدينك. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم واحفظهم، واملأ قلوب أعدائهم رعبا منهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالصهاينة اليهود الغاصبين المعتدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا. اللهم اهزمهم. اللهم خلص المسجد الأقصى من أيديهم ورده إلى ديار المسلمين وحوزتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.